10 دقايق لسه. انتظروني الريفيو الجاي ان شاء الله. تستحق ان انا استنى ساعه عشان في الاخر اخد اوردر من وهمي. احنا دلوقتي قدام وهمي فرع مصر الجديده. هعمل تجربه هنشوف لحد ما ادخل اطلب الاوردر واستلم الاوردر هاخد قد ايه وقت. فتعالوا نبدا ونشوف. الطابور ده كله اصلا عشان اطلب الاوردر مش عشان استلم الاوردر. بصوا الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 10 الا 7 دقايق وانا بقالي بتاع حوالي 5 دقايق واقف. فهنشوف يعني مثلا ايه، هنشغل تايمر ونشوف. انا بنبه ان انا مش فود بلوجر، انا بس عايز اشوف الوقت اللي هاخده قد ايه لحد ما اطلب من مطعم الى حد ما هو مشهور تقريبا، يمكن من اشهر المطاعم في القاهره او في مصر بشكل عام بيعمل برجر او فاست فود. فهنقيم بس التجربه نفسها. دلوقتي عدى 8 دقايق وكنا 3 دقايق مش حاسبينهم، يعني تقريبا 11 دقيقه. هنا كنت داخل في نص ساعة عشان بس أطلب الأوردر، وهنا أخيرا دخلت على الكاشير وبطلب الأوردر. وبعد انتظار دمق أكتر من حوالي 5 دقايق وأنا واقف قدام الكاشير وهو بياخد أوردر تاني، أخيرا خد مني الأوردر. عايزك عايز 3 برجر الفضاء ساندوتش مش كومبو، وعايز بوكس اللي هو سادة 3. وعايز بس في واحد منهم من غير طماطم. ممكن. طيب وعايز كمان بوكس اللي هو سناكس ب 65 تقريبا. اوكي تمام. هيقعد ساعة. يلا صور طلع لي صور. عايز صور؟ حبيب قلبي. والله يا ناس زي الفل. اعمل لك كله طيب. خلاص تمام يا نادي. حبيبي اسمك ايه؟ احمد عبد الستار. حبيبي ميرسي ليك، شكرا حبيب قلبي. يلا اهو. انتظروني الريفيو الجاي ان شاء الله. فين طيب؟ على احمد عبد الستار. احمد تيك توك يوتيوب اي حاجه. حبيبي بيتر انسي. ما عنديش ولا تيك توك ولا يوتيوب. حبيبي ربنا يخليك. بس عسل قوي. خدنا الاوردر الساعه بالظبط 10 وربع، يعني المفروض ان هو قال لنا ساعه ونستلم، يعني المفروض 11 وربع. هنشوف الكلام ده صح ولا لا، ولا هنستلم قبل كده ولا بعد كده. وعدى حوالي 50 دقيقه. هروح اشوف الاوردر جاهز ولا لسه، فمحاوله كده يعني. 10 دقايق لسه. هنا كنت رحت لهم بعد حوالي ساعة وأخيرا استلمت الأوردر. بعد بالظبط 60 دقيقة بالظبط، بس 60 دقيقة بقى الطلب والانتظار بالظبط. كويس يعني، من أول ما تيجي احسب ساعة عشان تاخد الأوردر بتاعك وتمشي. لو كانت التجربة عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عشان نكررها تاني، بس على مطاعم تانية. وعلى فكرة أنا مش بجرب الأكل لأن أنا مش فود بلوجر. تمام، سلام.